السلام عليكم اخواني اخواتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الظروف واحسن الاحوال. عواش مبروك عليكم باش ما تمنيتوا يا ربي. الوصفه ديالنا ان شاء الله اليوم غنحضر معكم طارت بارده بالشوكولاط والكراميل. خليكم معنا ان شاء الله حتى للنهايه ديال الفيديو باش نعرفوا الطريقه باش نصايبوا هذا الطارطين. بالنسبه خوتي المقادير عندي هنايا ان شاء الله المكونات اللي غندير بساطين وقلال. عندي هنايا 2 معلقات ديال الكوك اللي محمرين، غندير 2 معلقات كبار، نص كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، 2 بيضات، خماره وحده، كاس ديال الدقيق صافي، وقبيصه ديال الملحه. صافي غندير ان شاء الله باش نخلطوا هاد المكونات. البيض الا بغيتو يطلع لكم في الكيك ديالكم، مهم هاد سميتو خصو يكون درجه الحراره ديال الكوزينه، ما يكونش في الثلاجه تجبدوه تخدموا به ما يطلعش الكيك ديالكم، تيجي ما غاديش يطلع. بسم الله. هنا خوتي غادي نضيف داك شويه ديال الملحه، ضروري الملحه ديروها. نخلطها مزيان البيض والسليده. عفوا خوتي نسيت الفاني السكر، الا عندكم الروح ديال الفاني ديروها. هنا خوتي ونخلط شويه ونعاود نضيف الحليب. غنضيف الحليب حتى هو صافي. خوتي هنايا 2 معلقات ديال الكوك كيف قلت لكم عامرين يكونوا كبار. الا درتو هذاك الفيمو في الطبقه الثانيه درتو فيه شريتو ديال الصابلي لا يكون فيه الكوك بلا ما تضيفوا الكوك. المهم هنا الدقيق رانا نخلطو غرفلتو هذا صافي. غنضيف داك الكاس وغنشوف على حسب. المهم انا عبرت ولكن تيبقى اختلاف في النوعيه ديال الطحين. غنضيف الخماره قلت لكم الاخوان. بقات لي هنا شويه جاريه لان قلت لكم راه النوعيه ديال الطحين كتختلف. غنزيد نص كاس تاع الطحين. هنا خوتي الخليط كيف تشوفوا تكتبوا به هكا تهزوا وما يتقطعش لكم، يعرفوا راه الخليط راه زين صافي. دابا راه مزيان. هنا عندي المول دهنته بالزبده ورشوا بشويه الطحين. اي مول بغيتو نتوما وبالافضل يكون هذا لان باش يجيكم الشكل زوين ديال السميد. المهم خوتي هنا عندي الفران ديال الغاز، يعني الفران ديال الغاز تنشم الريحه. كنحضر تنطفي تنشعلو ونطفي الفوق ونخليه لتحت وكنبقى حداها كنحسب حتى نشم الريحه ديال الكيكه صافي. كنحط كنلقاها راها واجده. هذه هو الطريقه ديالنا ديال الفران. المهم كتبقى نتوما غادي كل واحد تعرف الطريقه ديال الفران ديالو اللي عنده كيفاش شحال كيكون. كاين الفران تيكون مجهد، كاين الفران تيكون العافيه ديالهم ثقيله، تختلف كما تختلف النوعيه تاع الطحين وكاع المقادير وكلهم. المهم انا راه غادي ندير نشم الريحه صافي نحل. اخواني اخواتي بالنسبه للكيك ديالنا هي طابت صافي. غنخليو على جانب تبرد وغندوزو ان شاء الله للطبقه الثانيه اللي هي غنحتاجو فيها لتر لاروب ديال الحليب، وغنحتاجو فيها 3 شاشيات ديال فلو كراميل، غنحتاجو فيها هاد النوعيه ديال بيمو هيرينيس، غنحتاجو فيها هاد 3 ديال البسكويت، 3 الباكيات صافي. غنبداو ان شاء الله بالحليب لتر لاروب كيف قلت لكم. صافي غنضيف هادوك 3 شاشيات ديال فلو كراميل.
الا ما بغيتيش ديروا كراميل ديروا، يمكن لكم ديروا الشوكولاط. وهذاك تزيين غنحتاج ليه نيت دانيت كراميل. فوق النار حتى يفيض. عاد غندير البيمون. الاخوان نسيت السكر، لان حيت انا ما كنحمل السكر نسيت. غديروا 2 معالق ديال السكر. الا بغيتي ديروا حتى العسل يمكن ديروا داك السكر ولا العسل ديروا معاه الخليط. انا راه نسيتو حيت انا السكر ما كنحملوش، داكشي علاش نسيت. الكريمه السائله ديال الطبخ حتى يمكن لكم تضيفوا منها شويه بحال هذيك ديال واحد شويه، واحد 3 المعالق على حسب. حتى هي انا ضفت منها شويه كاضافه، ما بغيتيش ما ديروش. الاخوان راه درتو انا في هذا السيركل هذا. يمكن لكم شوف الطريقه الا كان عندكم مول اللي كيتحل من الجناب هو فاش ديروا. انا هذاك لقيتو خسر ليا ودرت هذا السيركل هذا. نخلي شويه حتى ما غاديش نخويه طايب بزاف فوق الكيك باش ما يتعجل لينا. صافي نخلي واحد شويه هذا باش نخويه. صافي الاخوان كيف قلت لكم دابا غادي نخوي الخليط ديالنا. كيف تشوفوا دابا صافي راه درت ليها السلوفان وغنخليها في الثلاجه، لان صورت هذا الفيديو في الليل ما كفانيش الوقت باش غادي ندير الطبقه الثالثه حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نشارك معكم الطبقه الثالثه. صافي غنخليها ليله كامله باقي بحال يلاه يدي. هاد الطبقه الثانيه تشد راسها في الثلاجه، غنديرها لتحت وغادي نديرها في الفريو. بالنسبه الاخوان الطبقه الثالثه اللي غنحتاج فيها ان شاء الله الشوكولاط، دانيت كراميل، ولا التزيين كيف قلت لكم، حتى البسكوت ولا هذا اللي عندكم. المهم غنحتاج حيت درت الكوك محمر بقى ليا هذا الكوك غادي نزين به. صافي غندوزو ان شاء الله باش نذوقوا الشوكولاط. قلت لكم الاخوان صافي هنا راه غادي ذوبت الشوكولاط. دابا غندير هذا دانيت كراميل. يمكن لكم هذاك البسكوت اللي درت انايا خليته هكا، يمكن لكم تديروه في البسكوت، يمكن لكم عفوا ديروه في الميكسور باش فهمتي ما يجيش هكا. المهم انا خليته هكا باش نوري الخطا اللي انا ما خصوش يدار، خصو يطحن ما يجيش هكا باين باش تجيكم الطارط ديالكم زوينه. هنا درت 2 علاب في الحجم الكبير. هنا الاخوان صافي هنا راه غادي نضيف الطبقه الثالثه. خوتي تيبقى هذا هو الشكل ديال الطارطه او كيكه اللي درنا بارده. راه هو هذا الشكل ديالها، راه تدفي رائعه وزوينه. نتمنىكم تجربوها وبصحتكم وراحتكم. اكيد الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تختكم بالاشتراك في القناه ولي لايك. نشكركم على حسن المتابعه. في امان الله.